السيسي يأمر قادة العرب إعمار غزة قبل طهران، تشكيل قوة عربية مشتركة الآن. لا أمان للعرب بدون هذا. لا تتركوا فرصة لنتنياهو مرة أخرى. بلغة حاسمة وبروح الأب تحدث الرئيس السيسي إلى قادة العرب وعلى رأسهم محمد بن سلمان، وبدأ متسائلا: هل تذهبون لدفع المليارات من أجل طهران بينما غزة تنزف؟ هل تنتظرون ليعيد نتنياهو ترتيب أوراقكم ويعود لتهديد بلادنا؟ ألم يحن الوقت لنتحد ونعمل ولو مرة بدون فردية؟ التاريخ لن يرحمنا، فاسمعوني جيدا. قبل أن تذهب المليارات إلى طهران علينا أن نبني غزة ونشيدها بالجدران العملاقة، لا فقط مجرد مبان وصخور وحجارة، بل بناء حياة وإقرار واقع هو أهم ما يعنينا الآن. ما زال نتنياهو يحلم بالعودة إلى غزة وضمها لإسرائيل مع تهجير أبنائها، ثم المجيء إلى العرب بلد تلو الآخر. إذا وقفنا نشاهد فلا نستحق الحياة. الآن علينا أن نذهب لغزة لا بالمال فحسب، بل بالعقل والضمير والروح. لن ندع غزة ثانية، ولن نترك شعبها يواجه الموت وحدها، ولن ننتظر الموت حتى يمكث في أسرتنا. لغة السيسي كانت قوية للغاية، ولقد ترحيبا من غالبية قادة العرب. فالأمير تميم بن حمد كان أول من رحب وقال إن الدوحة خلف القاهرة في كل خطوة، وما يقره الرئيس السيسي بشأن غزة فهو دستور يسري عليها دون أي اعتراض. وكذلك وافقه الأمير محمد بن سلمان الموقف، وقال بأن الرياض جاهزة تماما ومستعدة لتنفيذ الخطة المصرية، ولن تدع القاهرة وحدها بعد اليوم في مواجهة إسرائيل وطغيانها، لأنها لا تدافع عن غزة فحسب، بل تدافع عن كل العرب والمسلمين، وعلى الجميع التكاتف خلفها. وأوضحت التقارير أن الرئيس السيسي شدد في حديثه مع ترامب خلال لقاء الكبار الأخير على أن ملف غزة يمثل أولوية قصوى، مؤكدا أنه في حال عدم الالتزام بوقف مخططات التهجير وتسريع جهود الإعمار فإن المنطقة قد تتجه إلى تصعيد خطير يفوق ما شهدته ملفات إقليمية أخرى. وأضافت أن الرئيس ترامب أكد دعمه لجهود إعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن أي خرق للاتفاقات سيفقده الدعم الأمريكي، وأن واشنطن ستتخذ موقفا أكثر صرامة في حال استمرار التصعيد. كما نقل عن ترامب إشادته بالدور المصري في إدارة الأزمة، مؤكدا أن القاهرة لعبت دورا محوريا في احتواء التوتر ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب أوسع.